أول حاجة مبروك عليكم الشهر الفضيل، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثاني حاجة، كان من المفترض أن اليوم ينزل لكم فيديو عن أغرب الأشياء اللي صوره فريق منص خلال السنوات الماضية وكانت خارقة للطبيعة، لكن أجلنا هذا الفيديو. إن شاء الله راح يكون هو الفيديو القادم، لأن عندنا فيديو اللي هو عن تصوير الحياة الفطرية، وجبنا لكم الجزء الرابع من هذه السلسلة. فخلونا نبدأ بهذه السلسلة من تصوير الحياة الفطرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الأعزاء. اليوم جينا للموقع الرابع من سلسلة تصوير الحياة الفطرية. مثل ما تشوفون معنا بالخريطة هذه، الموقع هو عبارة عن كهف داخل الأرض وموجودات الخفافيش داخل هذا الكهف. حنا نبي نسوي نحط السطل ونثبت الكاميرا ونعبي السطل ماء ونخليه تقريبا، يعني الفيديو هذا يمكن ينزل لكم برمضان، الله أعلم. راح ياخذ فترة طويلة لأن الكائنات الفطرية تحتاج وقت عشان تحصل على الماء، ثم تحتاج عليه ثم تشرب منه. فخلوكم معي بهذا الفيديو البسيط والجميل جدا ونكمل رحلتنا إلى كهف الخفافيش. وهذا الموقع وصلناه. طبعا الموقع عبارة عن وادي كبير مرة، الوادي موجود تحت، والمنطقة هذه كلها كهوف سبحان الله، بها أنواع الخفافيش وبها كائنات حية تمر داخل هذا الكهوف. حنا اللي نبي نسويه نبي ناخذ السطل، وكذلك نبي نحط الكاميرا بجنب السطل. مثل ما انتم شايفين هناك في كهف صغير، حنا الكهف اللي حنا بيه هنا موجود بالمنطقة هذه. وهذه الإطلالة، إطلالة الوادي. شوف الوادي ممتد بالشكل هذا لين هناك. طبعا حطينا الكاميرا قبل بالموقع هذا ورا هناك تقريبا. وفي معنى بالخريطة اللي تشوفونه اللي هو كهف الحمام. كهف الحمام مو بعيد من المنطقة هذه، لكنه كبير وتحت باطن الأرض، يعني يكون السقف صخرة كبيرة وداخل الحمام كثير. فبإذن الله لنا دخول لهذا الكهف. فالحين نبي ندخل كهفنا اللي قبل شوي ونحط الكاميرا. طبعا الحين بالموقع هذا مثل ما قلت لكم بالوادي، معنا الكاميرا الحركية. داخل الكهف ما راح تكون فيه اللي هي طاقة شمسية، فأنا أخاف عليها أنها تصور ولا يمدي تاخذ لقطات كويسة، فجبت معي حجارات لأن الكاميرا هذه يعني تدعم طاقة شمسية وكذلك تدعم اللي هو الحجر. مثل ما تشوفون هنا بالمنطقة هذه من أفضل الكاميرات اللي صوره أو استخدمها فريق منص اللي هي الكاميرا هذه. واللي حاب يشتري نفس الكاميرا هذه راح أحط لكم رابطة في أول تعليق وكذلك في صندوق الوصف. كاميرا جدا بطلة، أنصح به وبقوة. طبعا مثل ما تشوفون هذا اللي هو فرو القنفذ، الشوك موجود سبحان الله، والجلد يعني مات اللي هو القنفذ، لكن طلع العظم واللحم من نفس القنفذ هذا، وبقي فقط اللي هو الشوك مثل ما تشوفون بالشكل هذا. سبحان الله. في البداية مشهد بسيط من تصوير الكاميرا الحركية لما كنت أفحصه وأجربه قبل لا أضعه في موقع الكهف. طبعا تصويره جدا بطل مثل ما تشاهدون، كذلك حاطة اللي هو درجة الحرارة والتاريخ والساعة. وهنا برضو هذه فتحة الكهف أو مدخل الكهف اللي راح ننزل معه، والتصوير جدا بطل. واللي حاب يشتري نفس هذه الكاميرا راح أحط لكم رابط هذا المنتج في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق للمنتج الكاميرا الحركية. طبعا ما نبي نطول خلاص. هذا مدخل الكهف، هذا الكاميرا
وهنا اللي هو السطل وجركن الماء. نبي ندخل ونتخطى عقبة بسيطة وراح نصور لكم اللي هو الخفافيش، ونحط السطل قريب من الخفافيش ونشغل الكاميرا ونمشي إن شاء الله. طبعا الموقع مظلم، نبي نستعين بالكشاف نعطيها مصور الله يعافيه وثق لكم. طبعا مثل ما تشوفون هنا موجود اللي هو روث او فضلات الخفافيش وانتم كرامه. تجي بالمنطقه هذه تنام وقت الظهيره وكذا. الحين هي طالعه تقريبا، طلعت قبل يمكن فتره، فنبي نكمل. طبعا هنا في منطقة دخول طبعا هنا في منطقة دخول ضوء الشمس، منطقة بسيطة وكأنها تقول لك ترى في ممر موجود صغير داخل هذه المنطقة. الحين بنزل انا ثم بعد وسط، مو وسط الجركن. المنطقة هذه صعبة شوي. تقريبا الموقع هذا هو اصعب موقع نحط به الكاميرا. واشون اللي لبست القبع، لولا الله ثم القبع تهنا قبر راسي. طبعا يا شباب هنا برضو كذلك فضلات الخفافيش موجودة بالموقع هذا، ومثل ما تشوفون هنا سبحان الله كأنه لعاب يعني يفرزنوا على نفس الصخور من فوق وتشبثهم به. سبحان الله. لا الصفات هذه كاملة. ما نبي نحط السطل قريب من هنا، بنحطه هنا إن شاء الله بالمنطقة هذه عند الكاميرا، ونحط داخله هو اللي هو الماء ونثبته بالموقع هذا. طبعا مثل ما تشوفون عبيت السطل بهذا، راح يقدر ان شاء الله يشرب منها الكائنات الفطريه الموجوده بالموقع. وجبت الصخره هذه مشان اثبت بها الكاميرا بصوب هذا الاتجاه. حطيت الكشاف هذا عشان يضوي لي، والحين بضيف اللي هو حجارات هنا، لاني ما راح اقدر اعتمد على الطاقه الشمسيه مين موجوده هنا وما تصل. وراح اخلي الكاميرا موجوده بالموقع هذا فتره طويله، يمكن والعلم عند الله يمكن ما تصور شيء، لكن كمحاوله باذن الله انها تنجح تصوير اي كائن فطري موجود بالموقع هذا. طبعا الحين خلاص شبكنا حجارات، فقط ندير المحرك عشان تشتغل نضمنه، ثم نشغلها الحين عشان ما نخاف اننا اللي هو نسينا اننا نخليها تصور او غيره. فقط اني احطه بالصخرة هنا صوب هذا الاتجاه كذا ان شاء الله تكون كويسة. نحط له صخرة من وراء بهذا الشكل. طبعا الحين تشوفون انتم تصويره من نفس الكاميرا. وهذا مشهد بسيط للكاميرا لما وضعناه في هذا الموقع، تصوير مباشر. طبعا مثل ما تشوفون هذا الكاميرا هنا وهذا سطل الماء، شغلناه والكاميرا الان قاعدة تصور. نبي ناخذ جركننا الماء ثم نبي نطلع من هذا الكهف.
طبعا الحين مثل ما قلت لكم خلصنا وطلعنا من الكهف، نبي نركب سيارتنا ونروح. الفيديو هذا يمكن يستغرق فترة طويلة لدرجة انكم ظنيتوا ان السلسلة هذه انتهت. طبعا الله اعلم انه ينزل لكم برمضان، يمكن الحين باقي رمضان 13 يوم ولا 11 يوم تقريبا، لا والله اقل، يمكن 10 ايام. فالفيديو يمكن ينزل باول رمضان. هذه والله شيء يا شباب، شيء هذا الشيء ولا ونظيفة مرة، يا سبحان الله. شوف المشكلة على الطرف الشغية اللي هي حقة الوادي على طرفها أبد، نبات الشيح موجود، بالعادة يكون بالفيار. بعد هنا صوت الهواء قوي، إن شاء الله صوتي واضح لكم. هذه لقطة المساء النهائية من هذا الموجز، نلقاكم بعد 10 أيام تقريبا إن شاء الله. الحين وبعد تقريبا 5 أيام، بكرة إن شاء الله رمضان. أنا يمكن ما أقدر أجي اليوم من جاء رمضان، يعني تكون صعبة علي التهية هنا، لكني جيت الحين ما أدري الكاميرا صورت شيء ولا لا، وهل في كائن فطري دل الماء أو جاو وشربنه. أخاف إن الكاميرا تبقى بالموقع هذا فترة طويلة ولا يجي لا حصني ولا ذيب ولا أي كائن فطري للموقع هذا، فقلت أروح أتطمن على الكاميرا وأشوف هل صورت شيء أو لا، وأخذها عشان نروح للموقع الثاني. فخلوكم معي الحين، نبي ندخل الكهف من جديد ونسحب الكاميرا والسطل حق الماء. النزول هنا شوي صعب، لكن أبقى قمز على السريع. طبعا دخلنا عكس الخط اللي احنا دخلنا معه قبل. طبعا هنا الكاميرا وكذلك اللي هو السطل حق الماء. السطل ناقص شيء بسيط يعني ما هو واجد، فنتمنى بإذن الله أنها صورت شيء. فالحين نبي نلف الكاميرا، التصوير على الكاميرا اللي موجودة داخل. مثل ما تشوفون هنا اللي هو السطل، الله أعلم هل جاء شيء شرب من السطل هذا أو لا. نبي ننثر الماء. والله السطل نظيف بالمرة ما توسخ، وهنا الكاميرا ما تحركت أبدا. هل تتوقعون صورت شيء؟ نبي نشوف على السريع. طبعا حطيناه باحتياطات مشان ما في طاقة شمسية بالوقت الحالي أو بالموقع هذا. صورت 42 فيديو، بس معظم المشاهد اللي صورتها الكاميرا لنا لما كنا نركب السطل. فيه ثعلب، فيه ثعلب عاثر على الماء وشرب منه. والله مستمتع. الحين بخليكم مع بعض المشاهد اللي صورتها الكاميرا مع التعليق الصوتي. في أول مشهد صورتها الكاميرا كان للهر الرملي، مثل ما تشوفون جاي للموقع هذا وشارب الماء، ويمكن ما شرب ماء، لكنه دائما الهر الرملي يعتمد على فرائسه لشرب الماء. طبعا هذه الصورة على السريع للهر الرملي لما جاء من عند السطل. وكذلك أنثى الثعلب هذه برضو جت وشربت ماء، لكن سبحان الله فيه شيء مميز بأنثى الثعلب هذه. مثل ما تلاحظون الأنثى حامل،
أو مضرع، وعلى وشك أنها تضع صغاره. يعني حتى من مشيتها سبحان الله تمشي شوي شوي. وكذلك مثل ما تلاحظون بطنها كبير مرة، يعني يمكن بأيامها الأخيرة على وشك أنها تنجب صغار الثعلب. يعني بالله لاحظوا هنا لما أنزلت من الصخور تمشي بشويش، يعني على رخاه بالمرة، وكأنها تحرص على جسمه أو على مشيته إنه بأيامها الأخيرة قبل تضع صغاره. الحمد لله جت وشربت ماء أكثر من مرة، وجت للسطل هذا يعني الفترة الطويلة، تجي بالليل وبالنهار وبأيام معدودة. أنا لو دريت يعني لما جيت هنا ورجعت الفيديوهات وشفت إنها على وشك إنها تلد، لو عرفت كان خليت السطل موجود حتى يصور صغاره لما يجون يشربون ماء معه، يعني خلي الكاميرا فترة طويلة. لكن بما أن الوقت ضيق معنا وحنا عجلين بالتصوير ما انتبهت وشلت السطل والكاميرا. مثل ما تشوفون الحين جالسة تشرب ماء. لكن في مشهد برضو آخر أبغاكم تشوفونه على السريع، وهي ترقى مع نفس الصخور اللي فوق بعد ما غادرت الموقع. وطبعا هنا مثل ما تلاحظون هذا المشهد اللي قلت لكم عنه، لما شربت ماء غادرت الموقع. شوفوا حتى بطنها واضح وهي لما ترقى الصخور وهي مغادرة. سبحان الله، الله أعلم أنها خلال الأسبوع هذا راح تضع صغارة. فما كنت أدري، لو كنت أدري كان خليت الكاميرا توثق الشهر هذا كامل لين نشوفها هي والصغار. وبس مشاهد بسيطة جدا استفتحناها بالهر الرملي، ثم الثعلب اللي قبل شوي شفتوه أو أنثى الثعلب. مشاهد جدا خفيفة، لكن الحمد لله اللي طلعنا بنتيجة، يعني بحيث أننا صورنا فترة طويلة وبعض الفيديوهات ما طلعنا بها بنتيجة، لكن هذا الفيديو الحمد لله الحمد لله أن قدرنا نصور هذا المشاهد اللي شفتوه. يعني طلعنا بثمار بسيطة. وترقبوني بالفيديو القادم إن شاء الله راح نكمل بهذه السلسلة، وراح يكون معنا اللي هو غار الحمام، غار تحت الأرض موجود بها الحمام. يمكن برضو نلاحظ حاجات نفس كذا. وهنا الكاميرا ما تحركت أبدا. جيت بالثوب الأبيض والله إني وسخته اليوم ما شاء الله. الجو دفى بالمرة، حار ما شاء الله حر. وقبل رمضان يمكن بساعات، يعني شوين يعلنون إن شاء الله أن بكرة رمضان. حنا اليوم الثلاثاء بكرة الأربعاء. فالحمد لله طلعنا بنتيجة. هذا السطح خذناه، هذا الكاميرا. إن شاء الله الفيديو القادم من الخارطة اللي تشوفونها الآن راح يكون بكهف موجود بها الحمام. متى نصوره والله أعلم. طبعا هذا الفيديو اللي شفته معنا أتمنى أنه نال إعجابكم. فيديو بسيط للأشياء اللي جت داخل هذا الكهف. الفيديو القادم من هذه الخارطة راح يكون بكهف الحمام. الكهف موجود بالمنطقة العكسية لهذه المنطقة، لكن ما يمدينا نحط الكاميرا الآن، والله إننا مشغولين ومستعجلين نبي نرجع، لكن بإذن الله هجي موقع أو يوم ثاني. إذا عجبك هذا الفيديو بالله تبخل عليه بزر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. وبس ترقبونا بالفيديو القادم من سلسلة تصوير الحياة الفطرية في الأماكن الجميلة هذه. كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.